فالرأي العام مواكب والتاريخ سجل بأن النقاش على غاية من الأهمية دار حول صلاحيات رئيس الجمهورية، ومرشح رئيس الجمهورية لم ينبس ببنت شفه للدفاع عن صلاحياته، بل أن حزبه خذا الكلمة باش يقول بأنه يساند مشروع جرده من كل صلاحية. لا مش صحيح. سامحني من فضلك، هذا رأيي مش رأيك سيد الرئيس. لا هذا رأيي سيد الرئيس، هذا هذا رأيي من فضلك سيد الرئيس، وبعد قول اللي تحب. خليني نقول اللي نحب. سيد الرئيس من فضلك، السي عمر الشتوي يتكلم ليساند هذا المشروع الذي بينا بأنه يجرد رئيس الجمهورية من كل صلاحية ويحول كل سلطات الرئيس السابق إلى الشخص المرشح من حركة النهضة لتولي رئاسة الحكومة. نحن كمعارضة وطنية ما عندنا حتى مطمع وحتى رغبة في المشاركة في هالمشاورات حول تقسيم النفوذ. دافعنا على أشياء نعتقد اللي هي من مصلحة بلادنا، وحبينا رئيس الجمهورية ما يكون الصورة وإنما يكون وظيفة سامية تقوم بدورها في هالمرحلة الانتقالية. لذلك سيد الرئيس من حقنا، وهذا حق ديمقراطي، والأستاذ البحيري يلزم يعرف أن من الديمقراطية أن تشارك أو لا تشارك في التصويت. احنا نغسل أيدينا من هذه العملية اللي تجري أمامنا، أمام الرأي العام وأمام التاريخ، ولن نشارك في هذه المهزلة لأنها سترسي نظام متغول لفائدة حزب سياسي سيخلف التجمع الدستوري المنحل. وشكرا. هذا كلام مش كلام، هذا من باب كلام. للأسف كنا في نقاش قانوني، بالله من فضلكم لا والله أنا أسف لهذا المنحى، لأن كنا في نقاش قانوني حول الصلاحيات اللي اليوم هاي قدامي أنا في الورقة، يعني صلاحيات متعددة تحتاج إلى تعديلات. هذا شيء مطروح لكل النواب، لكن ما يلزمناش ننزلقوا في الخطاب يعني السياسي الدعائي. تفضل سي محمد عبد.